موضوع هتكلم فيه هو موضوع شائك شوية، واحنا بنشتري شقق اتحاد الملاك طبيعي اللي احنا ناخد بالنا من شوية امور، لان هو اي حد بيشتري بيحاول يدور على الشقق الارخص، الشقق اللي هي افضل له في السعر. فطبيعي ان انا ادور على الشركات اللي ممكن تكون بتبيع لي افضل في السعر او اقل في السعر، ومن هنا بتيجي شقق اتحاد الملاك على السطح، لأن هي بتفرق عن الشقق اللي موجودة في السوق على الأقل 4-5 آلاف جنيه في المتر. فيجي اللي بيشتري يتم إغراءه بمنتهى السهولة واليسر إن هو يروح يشتري فيها. أنا مش بقول إن كل اتحاد الملاك نصب أو كل اتحاد الملاك مش مظبوط، لكن بقول إن لازم يكون في وعي وأنت بتاخد القرار في الأمر ده. في شركات استثمار عقاري برضو بيبيعوا أغلى من الطبيعي، فبحس ان هما اسم او شركة كبيرة او شركة ليها عمر في السوق او بقالها كتير او سلمت، وبالتالي بيحط سعر متر ممكن يكون اعلى من الطبيعي. خلينا نكون عندنا الوعي في الحالتين، ما اروحش اشتري اغلى من الطبيعي وما اروحش اشتري اقل من الطبيعي. لو هاخد قرار يبقى لازم اكون واخده ازاي. لو السعر عالي، هل ده معناه ان التشطيب اعلى، ولا معناه ان اللوكيشن افضل، ولا معناه ان نظام السداد اطول، ولا معناه ان دي تكاليف بتحطها الشركة عليا نتيجة المصروفات اللي بتعملها في الاعلانات والدعاية والتسويق؟ ده لازم ابقى فاهمه. طيب واللي بيبيع لي بسعر اقل، هل ده معناه ان هو بيديني اغراء عشان يبيع لي على طول، ولا معناه اللي هو بيبيع لي بنظام سداد مضغوط وبالتالي بيقدر يقلل لي في السعر، ولا معناه ان هو عايز يبيع لي وخلاص وبيع لغيري وبعد كده ما يقدرش يسلمني ولا يبني لي، ولا معناه ان هو بيحطني في الريسك بيبيع لي بالسعر بس حاطط لي بند في العقد في مغرز ان لو في اي حاجة حصلت انا ماليش دعوة، انا كده كده باخد نسبتي وخلاص، ولا في كل الاحوال اي حد بيقدم على شراء شقة دلوقتي من وجهة نظري بيشتريها علشان خاطر السكن المستقبلي، خصوصا لو بيشتريها قسط، وبالتالي لازم يذاكر كويس، لازم يتعب شوية. مش يتعب بمعنى ان هو ينزل يجري على رجليه، ولا يتعب بمعنى ان هو يمشي على المشاية ولا يشيل حديد، لا، يتعب بمعنى ان هو يبحث يسريش كويس، يشوف الشركات الكويسة والمحترمة، يشوف الناس اللي تقدر تنصحه بحق ربنا، يشوف الفيديوهات اللي ممكن تديله وتديله وعي مهم بموضوع الأوراق القانونية والعقود، يشوف الفيدباك عن الشركات نفسها اللي بيشتري منها، يسأل أكتر من حد، يتعب لأنه بيدفع شقة عمره. النهاردة الناس اللي بتشتغل أو اللي بتشتري معظمها مصريين عاملين بالخارج، فمش بيتدلعوا، هما مسافرين يحاربوا هناك، يشتغلوا ويبذلوا مجهود ويتشحططوا. اللي منهم سايب عياله هنا في مصر وبيبعت لهم فلوس وبيصرف عليهم، واللي منهم معاه أولاده وزوجته بيصرف عليهم هناك وبيوفر جزء بسيط لأن تكلفة الحياة والمعيشة هناك غالية، فمش بيلاقي الفلوس في الشارع يعني. فعشان كده أنا لما بنزل وبعمل فيديوهات وبوريلكوا الصور من الواقع، بحاول أوصل لكم صورة، لأن مش كل واحد فيكم هينزل ويسافر ويتحرك. سواء كانت الصورة دي بقى إيجابية أو سلبية، بنحاول ننقل العيوب وننقل المميزات، بنحاول نوضح النقط دي ليكم. علشان كده بقول وبكرر يا جماعة، متمشوش ورا كلام معسول، وما تمشوش ورا كلام برضو يكون أي كلام يعني. فكروا كويس، اسألوا كويس، انتبهوا كويس. في النهاية وانت بتشتري شقتك وخصوصا تحت الإنشاء، اعرف انت بتشتريها ازاي وبتشتريها من مين. دي نقطة. النقطة الأخيرة، أنا عملت نظام وسيستم جديد وبقيت حاطه، ما كنتش بعمله قبل كده لكن اتطلب مني أكتر من مرة، فبقيت بقوله من حوالي 3-4 شهور، ألا وهو لو حد محتاجني بنفسي بشكل شخصي أكون معاه وهو بيراجع عقد أو بيخلص في شقة أو بيشوف ورق ملكية أو عايز يسأل في الجهاز أو هيئة المجتمعات العمرانية أو شهر عقاري وتسلسل الملكية، الحاجات دي كلها ممكن أكون موجود معاه بنفسي في الموضوع ده من A to Z لحد ما أكون معاه كمان في الشركة وراجع العقد، وده هيبقى بمقابل مش مجانا.
وبرضه لو حد محتاجني أكون معاه بدون مقابل، بس مش هبقى معاه بنفسي، لأ، من خلال الواتس، وده بعمله وما وقفتوش، وأراجع له العقد بتاعه ويبعت لي الكلام ده على الواتس وأبصله على الورق وأديله نصايحي بدون مقابل، برضه لسه بعملها وما قصرتش فيها. حبيت أقول لكم الموضوع دوت عشان لو حد واقف على حاجة أو واقف في حاجة يرجع لي على طول، خصوصا في التجمع الخامس القاهرة الجديدة. وأخيرا لا تنسوا الدعاء لأخي عبد الله بالرحمة والمغفرة. دمتم بخير. كان معكم محمد المهدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.